يا صباح الفل. يلا بقى كده النهاردة نعمل مع بعض حلويات اقتصادية وسريعة جدا وبتدفي جدا في الجو اللي احنا فيه ده. ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا جدا. ده طاجن شعرية بالشوكولاتة، شايفين؟ تحفة تحفة جدا. لو اول مرة تشوفوني انا هدى فؤاد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير والكومنت. احلى واسرع طاجن ممكن تعملوه لو مستعجلين وجايلكم ضيوف فجأة، حاجة كده سريعة جدا ان شاء الله هيعجبكم جدا. ويلا بينا مع بعض نشوف الوصفة السهلة دي ازاي. يلا بينا. اول حاجة معانا معلقتين زبدة وربع كوباية شعرية. خلاص تمام، هننزل بمعلقتين الزبدة في الحلة بتاعتنا الاول، وهنروح نسيحهم على النار. هنسيحهم تماما وبعدين ننزل بالشعرية عليها، ونفضل بقى نستمر في التقليب لحد ما لون الشعرية يتظبط معانا. احنا مش عايزين نخلي الشعرية غامقة ولا عايزينها برضو فاتحة. عقبال الشعرية بقى ما تتحمر هنروح نحضر كوباية اللبن، وهنحط فيها سكر بودر، دي كوباية كاملة. وهنحط فيها سكر بودر، طبعا السكر حسب بقى الرغبة، يعني في ناس تحب الحاجة مسكرة قوي وفي ناس تحبها مظبوطة. فاحنا انا هنا حطيت 4 معالق سكر على كوباية اللبن، وده سكر بودر علشان يبقى سهل معايا في الذوبان ما ياخدش وقت. هقلبهم بقى في حاجة واسعة شوية عشان اعرف اقلبهم كويس. طبعا انت ممكن تحطي سكر عادي مش مطحون، مفيش اي مشكلة خالص، بس هياخد وقت في الذوبان. وهنحط معلقتين كاكاو خام، دول بقى هيدوا طعم للشعرية جديد ومختلف وتحفة. تاكلي شعرية بالشوكولاتة هتعجبكم جدا. هندوب بقى الكاكاو حلو جدا في اللبن، وفي نفس الوقت برضو هنذوب السكر معاهم. خلاص تمام، هنقعد بقى نقلب كده، والشعرية في نفس الوقت على النار برضو عنا عليها من وقت للتاني، تقلبيها تقليبة عقبال ما نذوب السكر والكاكاو كويس جدا في اللبن، علشان احنا مش عايزين اي تكتلات خالص للكاكاو. خلاص اهو الكاكاو بدأ يدوب معانا كويس في اللبن. هتكون في الوقت ده الشعرية كمان لونها اتظبط جدا. هنروح نشوف الشعرية ايه اخبارها، ومعانا علبة اللبن في ايدينا اهي. الشعرية بقت زي الفل واللون جميل جدا، شايفين اللون عامل ازاي؟ لا تغمقيها ولا تسيبيها فاتحة. خلاص هننزل بقى بكوباية اللبن بالكاكاو وبالسكر، وهنديهم كده غلوة، يدوبك اللبن يغلي غلوة واحدة فقط، غلوة واحدة بأكد عليها علشان مش عايزين الشعرية تتخن قوي. هنقلبها وتغلي اللبن غلوة واحدة، يدوبك اللبن يسخن، وهنغطيها على طول ونطفي النار. ما تخليش الشعرية تستوي في اللبن، سيبيها نية. هي لما تقعد في اللبن سخن وتغطيها كويس هتستوي معاكي في 10 دقايق. تغطيها وتسيبيها 10 دقايق وخلاص. خلاص كده اللبن غالي اهو. هغطيها بقى، احط لها رشة فانيليا واغطيها بس كده. خلاص هنسيبها 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق بصوا هتلاقوها استوت معانا وشربت اللبن كله. كده وهنساوي بقى الوش كويس. ممكن تحطيها بقى تاخد وش كده في الفرن، ممكن تحطي عليها معلقتين قشطة على الوش، هيدوها دسم وهيدوها طعم وهيخلوا الوش بتاعك يتحمر كويس جدا. ادي علبة القشطة.
هنحطها بقى نصها كده او كلها على الطاجن بتاعنا ده، عشان طاجن كبير فانا حطيتها كلها. كده تمام جدا. هنسوي بقى الوش كويس جدا، وش القشطة ده كده زي احنا ما شايفين. بس كده خلاص سوينا وشها كويس جدا. ندخله بقى الطاجن الفرن تحت الشواية، ندي لطبقة الوش دي لون بس. شايفين ما شاء الله لما خرج من الفرن شكله بقى عامل ازاي؟ تحفة. حلويات اقتصادية وبتدفي جدا في الشتاء ومغذية جدا، يعني لو ولادك عايزوا حاجة كده سريعة تبقى انتي مستعدة. يا رب ان شاء الله الفيديو النهاردة يكون عجبكم ونورتوني. يا ريت بقى اللي عجبه الفيديو ما ينساش اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، وباي باي.